السلام عليكم. فيديو جديد بخصوص طريقة التسجيل في مسابقة الإدارية الخارجية لوزارة التربية اللي راهي فتحت عندها 3 جور. بزاف أسئلة تلاقيناهم في الفيديوهات اللي فاتت، ما قدرناش نجاوبوا كاع على الناس. درنا فيديو شامل نشرحوا فيه طريقة التسجيل من الصفر، وغادي نجاوبوا عن طريق التسجيل، نجاوبوا على كل الأسئلة اللي تتعلق اللي تلقيناها ولا تقابلنا معها في التعليقات ولا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. بسم الله نبداو. الحاجه الاولى تدخل لجوجل كروم في التليفون ولا في الحاسوب، اي طريقه اللي تساعدك. مثلا احنا عندنا حاسوب، نشرحوا على الحاسوب، ونفس الطريقه تطبق على الناس اللي غادي تسجل بالهاتف. تدخل جوجل كروم، تدخل في البار دو روشيرش، هذاك شريط البحث، تكتب توظيف education.dz، تطلع لك الموقع هو الاول تدخل فيه. غادي يخرج لك الموقع تاع المنصه كي داير كيما هكا. تهود لتحت، كاين التسجيل في المنصه، وكاين الدخول في حسابي، وكاين الرزنامه. انت راك بتسجل، تكليكي على التسجيل في المنصه. كي تكليكي على التسجيل في المنصه تديك هذه النافذه. الشروط الاولى انك دير موافق على الشروط، ودير التالي. من بعد اش لازم هنا ما تغلطش، خاطش اذا غلطت في مديريه التربيه ما تقدرش تعدل. حتى الخطوات اللي بعد هذه تقدر تعدل، خاطش كاين خانه التعديل. بصح اذا غلطت في المديريه اللي غادي تشارك فيها تاع ولايتك، انك ما تقدرش تعاود تبدلها، معناتها لازم تعاود تسجيل من الاول. فهذا لازم النقطة هذه حبيت ننبه عليها. ومن بعد مثلا احنا غادي نخيروا رتبة مشرف التربية، خاطش عليها عندنا واحد النقطة في التالي غادي نذكروها، كان عليها لغط كبير في التعليقات وفي اللي فيديوهات، غادي نحاولوا نشرحوها. نخيروا مشرف تربية. هنا نخيروا المديرية، قلنا مثلا تيارت. مشرف التربية نخيروا الرتبة مشرف التربية، نعاودوا نديروا التالي هنا نديروا في الأولى، رانا دايرين غير ارقام بارازار. هنا تدي هذا الرقم التعريف الوطني، تسيبه في لاكارت ناسيونال تاعك، هذاك الرقم الطويل تكتبه هنا. وهنايا في بطاقة التعريف، هنا وراه دايرين لك يجب أن لا يتجاوز 1 ميجا. هنا ترفع الوثيقة تاع النكوة تاعك تاع بطاقة التعريف الوطني PDF. بالنسبة اللي عندهم بالهاتف، كيفاش يرجعوا فوطو PDF؟ مثلا تصورها بالتليفون تاعك. من الاحسن ما تصورهاش، من الاحسن طلع تطبيق يسموه كاب سكانر CS سكانر. هذا التطبيق شي يدير، تصور به فوطو عاديه، هذيك الفوطو يرجعها لك PDF، ومن بعد تحطها انت هنا في الموقع. مثلا انت الفوطو هذيك تاعك اللي طلعتها فاتت 1 ميجا، مثلا صورتها فاتت 1 ميجا، طاح لك PDF 1 ميجا فيرجيل 2. دير لازم تقلص هذاك PDF به يرجع مقبول في المنصه. دير تجي هنا الباردو روشيرش، دير تكتب اي لوف PDF، ماشي اي لوف اي لوف PDF. غادي يخرج لك هو الاول اي لوف PDF. هذا الموقع راه مشهور. هنايا كي تكليكي عليه داك شاه داير لك شا تستحق انت. حنا قلنا خاصنا نقصوا من لاطاي تاع PDF. تستحق الضغط، يسموها كومبريسي PDF ولا ضغط PDF. تكليكي هنايا، ومن بعد هنايا تحدد الملف هنا. مثلا نقولوا هذا بار اكزومبل، تكليكي. هو شا غادي يدير؟ غادي يقول لك هنايا، غادي يطلع لك PDF تاعك. حنا دايرين PDF فيرج خاوي. انت كي دير PDF تشوف هنا الفوطو اللي هي طالعت لك. من بعد تجي هنا عند وراه بالاحمر ضغط PDF، يضغطها لك. ومن بعد تكليكي على تحميل. هنايا غادي يكتب لك شحال ولا PDF تاعك. من بعد هنايا مثلا هو طلع لي في الاخر، هو حذاه شوش هم كاتبين 8.4 كيلو بايت، راح قل من 1 ميجا. دونك اذا صبته انت واحد وحدها وبايت، معناتها راه في 1 ميجا، لازم تزيد تنقص منه. هذه النقطه سيشرحناها. وفيما يخص الناس مثلا اللي تصور مثلا كشوف النقاط باش ديرها مع الشهاده مدرسيه، ولا كشوف النقاط مع شهاده ليسونس. دير تكليكي في نفس السيت اللي رانا فيه، هذا اي لوف PDF. دير تحوس على خاطش ديجاك بالكاب سكانر رجعت هذوك لي فوتو، رجعتهم PDF. دير هنا دمج لي PDF،
يرجع لك زوج تاع البي دي اف في بي دي اف واحد. تجي هنا لهذه تاع دمج بي دي اف وتحدد الملفات تاعك. قال مثلا هذا البي دي اف، تزيد كنترول هذا البي دي اف، هاو هادو زوج بي دي اف يرجعهم لك في بي دي اف واحد. ودير هنايا دمج، دير دمج يدمجهم لك في بي دي اف، ودير تحميل وراهم ولاو عندك. هذه النقطه سيكملنا معها. نرجعوا للشرح تاعنا. الشرح تاعنا قلنا طلع هنايا بطاقه التعريف تاعك. هنايا تسمي الاسم تاعك بالعربيه، اللقب تاعك بالعربيه في هذه الخانه. هنايا دير اللقب تاعك باللاتينيه، هنا الاسم باللاتينيه، هنا اسم الاب، اسم الام، لقب الام، الجنس هنايا، وهنا تاريخ الازدياد. هنا بحكم مفترض هنا تاع الناس اللي عندهم جوج مو، قال مثلا مش محطوط في لا دات دو نيسونس تاعه، محطوط غير بارا كي شغل بالتقدير. هذو هما اللي يديروا نعم، بصح كيما اغلب الناس دير لا. مثلا هنا تخيل الولايه، وهنا تخيل الولايه وين زايد، وهنا البلديه تاع الازدياد تاعك. نجو هنا رقم الشهاده، رقم شهاده الميلاد، هذا وين تسيبه في شهاده الميلاد، تسيبه مكتوب منا في القنت. او اذا ما عندك شهاده ميلاد متوفره حاليا، تجي تستخرجه من رقم بطاقه التعريف الوطني. وين تسيبه 5 ارقام بعد قبل الارقام 4 توالى. هذو هما 4 توالى، حسب 5 منا. هذا هو رقم 5 منا، 1 2 3 4 5. هذو 5 هما رقم العقد تاع الميلاد تاعك. ترفده تكوبيه وتحطه في رقم العيد. من بعد دير رقم نوع العقد ميلاد عادي. هنا تخير الحاله اعزب، متزوج، متكفل باطفال، اللي هم الحاله المدنيه. هنا دير الجنسيه، دير بلديه تاع الاقامه تاعك، وين راك مقيم. ومن بعد هنايا في هذا العنوان الشخصي باينه، دير العنوان الشخصي تاعك. هنا ذوي الحقوق الشهيد، اذا عن مجمع دوك تاع شهداء ولا هذوك دير نعم، اللي خاطي. ذوي الاحتياجات الثاني نعم ولا لا. هنا دير رقم الهاتف تاعك. وهنا دير تاع الخدمه الوطنيه. هنا تاع الخدمه الوطنيه تخير، يا راك لك مفوتها دير مؤدي، لك معفى عندك لا ليفورم دير معفى، لك عندك سورسي دير مؤجل ولا مسجل. هذه ليسونسيال. ومن بعد هنايا كي تخير غادي يديروا لك رقم الوثيقه تاع لا ليفورم اللي عندك ولا تاع السورسي، فيها رقم مرجع. هذاك رقم المرجع تكتبه هنايا. هنا تكتب تاريخ الاصدار تاع الوثيقه، وين صدرت، وين عطاوك هذاك السورسي ولا عطاوك هذاك لا ليفورم، ولا تكتبه هنايا. وهنايا تطلع البي دي اف. هنا تطلع البي دي اف تاع بطاقه الاعفاء. هذه بالنسبه للذكور. من بعد دير التالي. كي دير التالي تفوت المرحله هنايا، هي المعضله الكبيره اللي كانوا عليها بزاف اسئله، وبزاف الناس ما عرفتش كيفاش تسجل في هذه المرحله. معناتها هنايا حنا خيرنا مشرف التربيه، خاطش مشرف التربيه هو اللي كان فيه الاشكال. مشرف التربيه ومربي متخصص اللي طالبين جامعه السنه الثانيه في الجامعه باك بليس دو. دونك المشكله قال لك حنا واش نخيروا في رقم الشهاده، واش نخيروا في الاسم الجهه المسلمه، ومن نجيبوا لا دات. هذه النقاط غادي نذكروهم. دونك انت قلنا غادي تشارك بالمستوى تاع الثانيه جامعي. معناتها الشهاده اللي راك تشارك بها هي تاع الثانيه جامعي. هذيك الشهاده اللي غادي تشارك بها، الشهاده المدرسيه هذيك والرولفيات هذوك، شكون اللي غادي يصدرهم؟ شكون الجهه اللي غادي تسلمهم لك؟ الجامعه اللي قريت فيها. هنا بطبيعه الحال هنايا تجي في اسم الجهه المسلمه، دير اسم الجامعه تاعك. قال مثلا جامعه ابن خلدون تيارت، مثلا جامعه قسنطينه واحد ولا كذا، مثال على سبيل المثال. نجو هنا على تاريخ المداوله، تاريخ الشهاده. غادي تشارك في المشرف التربيه، غادي نشاركوا بالسداسيات الاربعه الاولى. معناتها الرولفي تاع السداسي الاول والسداسي الثاني والسداسي الثالث والسداسي الرابع. انت تدي لا دات تاع السداسي اللي صدر لك فيه الرولفي نوت تاع السداسي الرابع. صحيح. وهنا رقم الشهاده تسيب في الرولفي، تسيب كاتب لك ولا رقم. هذاك الرقم تكتبه، قال 1 10 20 30 على حسب الرقم اللي كاتبينه لك في الشهاده هذيك. وهنايا في الملف ترفع شهاده مدرسيه.
مع الكشف السنه السداسي الاول والثاني والثالث والرابع، تحطهم في بي دي اف واحد بالطريقه اللي وريتها لك في اول الفيديو، عن طريق تدمج البي دي افات هذوك اللي راكم موجدهم، تاع مثلا انت داير بي دي اف تاع السنه الاولى جامعي، والبي دي اف تاع السنه الثانيه جامعي، والبي دي اف تاع الشهاده مدرسيه. هذوك تروح تدخل الاي لوف يو بي دي اف، دير دمج بي دي اف، وتطلع له ذوك ثلاثه تاع البي دي اف، ودير دمج هو يدمجهم لك في بي دي اف واحد، وتجي انت هنايا وتحطهم. اذا قال لك راه اكبر من الحجم المطلوب، ثاني دخل لهذاك اي لوف يو بي دي اف ودير ضغط الملف، هو غادي ينقص لك الكاليتي وينقص لك في السعه تاعه. اذا كان اكثر من 500 كيلو بايت ينقصه لك، يولي لك 480 ولا 380، وتعاود تحطه هنايا ودير له رفع ودير التالي. هذه هي. بهاكا رانا جاوبنا كاع على المشكل اللي كان يتعلق. وفيما يخص جماعه الليسونس راه باين بلا ما نشرحه. الليسونس انت غادي تشارك بالليسونس، معناتها غادي دير الشهاده المانحه للشهاده، غادي دير اللي عطاتك ليسونس، وغادي دير التاريخ اللي حصلت فيه على ليسونس، هو تاريخ المداوله. غادي تسيبه في الشهاده وين كاتبين لك ليسونس، تسيب كاتبين لك تمت المداوله في النهار الفلاني، تكتب هذاك، والرقم تسيبه الفوقه، الرقم الشهاده تسيبه الفوقه في شهاده ليسونس. بهذه النقطه كملنا مع المشكل اللي كان طاري بزاف، والناس بزاف كومونتات وعلقت عليه، رانا هضرنا عليه. دونك بقى واحد الشطر تاع الناس اللي موظفين. الناس الموظفين بزاف ناس ثاني سقسيتني قال لي انا موظف نقدر نشارك. الموظفين اذا انت موظف شام كاتبين لك هل للمرشح وظيفه حاليه، اذا راك موظف دير نعم، كي دير نعم تولي اوبليجي عليك تعمر هذو المعلومات. وش لازم لك ثاني معاهم؟ لازم لك معاهم طلب بالمشاركه، السماح بالمشاركه، تقدم طلب للاداره اللي خدام فيها، يعطوك واحد الوثيقه، واحد الاستماره اسمها طلب السماح بالمشاركه هذيك، وتزيد معاها ترفق معاها تعهد بالاستقاله في حال الفوز. اذا ربحت في هذا المنصب غادي تستقال من المنصب اللي فيه، وتدمجهم في ملف واحد كما شرحنا، ودير رفعه هنايا، وتعاود دير تاكيد. هنا كي تكمل غادي دير بريد الكتروني تاعك، دير اسم المستخدم، هذا ما تنساش اسم المستخدم وكلمه المرور ما تنساهمش. هذه النقطه بزاف راني حذرت عليها في الفيديو اللي فات وراني نعاود نحذر عليها. هذه النقطه ما تنساهاش، خاطش عليها غادي تحتاج هذا اسم المستخدم والكلمه المرور، تحتاجهم باش تدخل للحساب تاعك، خاطش لهذه اللحظه مازال ما كملناش التسجيل. غادي كي نديروا تسجيل غادي ذاك حنا رانا حلينا كونت، بصح مازال الملف تاعنا يعد ملغيا كما شرحت لكم في الفيديو اللي فات. الجماعه اللي ما شافتش الفيديو اللي فات تدخل للصفحه تاعنا في فيسبوك ولا في التيك توك ولا في اليوتيوب، يدخل ويشوف الفيديو رانا شارحين فيه. دونك انت كي تكمل لهنايا مازال الملف تاعك ماهوش مقبول، لازم تخلص حقوق التسجيل. هذوك حقوق التسجيل كي دير تعرف كي دير تجبدهم بعد ما رانا درنا هنا، قلنا تاكيد، رانا كملنا مع التسجيل ودرنا المود باس وكتبناه وحفظناه، غادي نديروا التسجيل. بعد ما درنا تاكيد واكدنا، قلت لكم باللي مازال ما فتحناش، مازال ما الملف تاعنا ما تاكدش. اش غادي نعاودوا نديروا رجوع، نهودوا لتحت، نديروا الدخول الى حسابي. كي دير الدخول الى حسابك تكتب اسم المستخدم اللي قلت لك كتبه حفظه وكلمه المرور، ومن بعد دير دخول غادي يديك للحساب تاعك. تحت كما راهم كاتبين جاري دراسه الملف، هنا تصيب دفع الحقوق، تصيب كما ندير في الفيديو اللي فات. تدخل في الفيديو اللي فات غادي تشوف كيفاش غادي تخرج لك وكيفاش غادي تتعامل مع هذه المرحله. من بعد نكملوا بخصوص بعض باش ما نعاودوش، باش الفيديو ديجا راه جا طويل. غادي نهضروا على الجماعه اللي قال لك انا غلطت في مثلا تاريخ الشهاده، غلطت في رقم الشهاده، غلطت في الرتبه. الا الناس اللي غلطوا في المديريه، قلت لكم ونعاود ننبه، اللي غلط في المديريه سيبو، ما عندكش الحق، لازم تعاود تسجل كاع من الزيرو. وحتى وتكون عندك دفعت الحقوق ولا غالب لازم تعاود من الزيرو، خاطش هما مدايرين الخانه تاع المديريه. هذا غادي نعطيكم مثال تشوفوا بعينكم. المديريه ما تطيقش تبدلها، والايميل واسم المستخدم هذو ما تطيقش تخدم فيهم، هذو كي تديرهم على بها قلت لك حفظ الاسم المستخدم. والمديريه دقق مليح، خير المديريه تاعك اللي لك لا هي تابعه اللي تحكم في الولايه تاعك. الرتبه حتى وتغلط في الرتبه راهم دايرين لك خيار تقدر تعدل، مثلا انا خيرت نائب مقتصد نقدر نبدل. هذه هي. الفيديو راه ديجا جا طويل بزاف، خاطش المعلومات كانوا بزاف، ان شاء الله نكونوا فدناكم. هذه هي.
واذا وصلت هنايا ماذا بك دير لنا متابعه ولا قلب ولا جام للفيديو في جميع المنصات. من ما شفت الفيديو تاعنا في التيك توك ولا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب. هذه هي. واذا شفتونا في كاش من نقطه غلطنا ولا كاش نقطه نسينا ما ذكرناهاش، خلونا رايكم في التعليقات وان شاء الله نقدروا نجاوبكم. هذه هي، والسلام عليكم، بالتوفيق للجميع ان شاء الله.